دخلت اول افلام عيد الفطر المبارك 2026، كل سنه وانتم طيبين يا احلى بتوع افلام، وهو فيلم برشامه. وبالمناسبه بتوع افلام، انا زيكم، انا قلت القائمه الرسميه بتاعت افلام عيد الفطر، وكان من ضمنهم سفاح التجمع، ونزل امبارح بالفعل، نزل يوم الوقف، ولكن فجاه كده الرقابه اعلنت لا الفيلم مش هيتعرض واتوقف. فكده افلام عيد الفطر بقوا 3 بس، فيلم برشامه، فيلم ايجي باستو، وايضا فيلم فاميلي بيزنس لمحمد سعد. فمش عارف بقى الفيلم هينزل تاني ولا لا سفاح التجمع، ولا هينزل على منصه على طول. هنشوف بقى خلال الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل. بس قبل ما ابتدي الحلقه بقى، طبعا يا بتوع افلام ظبطوني لايكات كتيره جدا، واشتركوا على الانستجرام بيج، وشيروا الحلقه دي في كل حته، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، فيلم برشامه انا الصراحه كنت متخيل ان هو ده هيبقى التوب، بمعنى كايرادات وككوميدي. ليه؟ لان طبعا مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، الفيلم من بطوله هشام ماجد، هو يعتبر رقم 1 في الكوميديا في مصر حاليا، وبيشاركوا في البطوله النجوم والتقال اللي كانوا او انجح ناس او التوب اللي كانوا في الموسم الرمضاني على طول، اللي كان قبل العيد على طول، اللي هم مين؟ طبعا ريهام عبد الغفور، باسم سمره، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال ابو ريا، فدوى عابد، وفاتن سعيد. واحمسك اكتر واكتر، وقلتها لك كده برضو في الحلقه بتاعت القائمه الرسميه بتاعت افلام عيد الفطر، ان الفيلم من تاليف شيرين وخالد دياب، ومن اخراج خالد دياب، اللي عملوا عظمات كتيره جدا جدا جدا. واخر الحاجات الجامده جدا اللي عملوها ونجحوا جدا مع هشام ماجد كان الجزئين بتوع اشغال شقه. والفيلم مدته 110 دقيقه، يعني ساعتين الا 10 دقايق. فيا ترى يا ابو حميد، بعد كل الكاست اللي انت قلته ده وكل الناس الحلوه الجميله اللي في الفيلم ده، هل الفيلم كان على قد المسؤوليه؟ هل انت خارج من الفيلم بتقول ده احلى فيلم في العيد بدون نقاش ما فيهاش، لان ده اللي المفروض يحصل؟ هقدر اقول لك ان انا خارج من الفيلم النص الاولاني ضحكت كتير جدا، والنص التاني عادي، ولكن اوفرول كتجربه انبسطت بيها. بس في الاول وفي الاخر لا، الكاست ده يطلع منه احلى من كده بكتير جدا 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 جدا، والمفروض الفيلم ده يبقى معلم معاك طول الوقت. بمعنى ايه؟ يعني زي ما قلت لك، الكاست ده بالمؤلفين بالمخرج بكله، المفروض الفيلم ده اللي هو اكيد كفيلم كوميدي اتفرج عليه مثلا نقول كمان 5 6 7 سنين مثلا. هل الفيلم ده، مش عارف برضه، ده احساسي بعد ما انا خرجت منه، انا حاسس ان الفيلم ده ممكن يعني كمان اسبوع اسبوعين هنساه اصلا. يعني مش هيجي لي وقت اقول ايه ده انا عايز اتفرج على برشامه، عايز اتفرج عليه جدا. ممكن اشوف لقطات منه، ولكن الفيلم كله كامل ما اعتقدش، والله اعلم. يعني هشوفه كده كده تاني لما ينزل بقى على منصه ولا ايا كان، وهشوف هل تفاعلت معاه اكتر ولا لا لما نزل منصه. بس احكي لك في الاول وفي الاخر، انت كل ده فاكر ان انا متضايق قوي، وفي ناس كتيره بتتفرج عليا دلوقتي اللي هو يا راجل يا راجل، ده انا كنت حاطط امل كبير قوي عليه لا، انت هتخرج من الفيلم مبسوط، اضمن لك انك هتخرج من الفيلم مش هتبقى متضايق، مش هتبقى اللي هو انا ضيعت فلوس يا جماعه ازاي كده، لا، هتخرج من الفيلم مبسوط جدا. وفي ناس كانوا في القاعه بيضحكوا جدا من اول الفيلم لاخره، فبالنسبه لهم كلامي ده اللي هو مستغربين ايه ده انا ضحكت في الفيلم ده من اوله لاخره. بس هي في الاول وفي الاخر اراء. وطبعا كالعاده نبتدي بالايجابيات والسلبيات. نبتدي بايجابيات الفيلم: هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عارفه عبد الرسول، هم اللي يعتبر كانوا شايلين الكوميديا في الفيلم. وخاصه اكتر 2 ضحكت منهم في الفيلم هم مصطفى غريب وحاتم صلاح. الاتنين كانوا عاملين دويتو اكتر من رائع في الفيلم، ومن احلى المشاهد الكوميديه اللي في الفيلم العلاقه اللي بين حاتم صلاح ومصطفى غريب. وعامه لو انت شفت اعلان الفيلم، هو يعني واضح من الفيلم، يعني بدون اي حرق ولا حاجه، هم قاعدين في لجنه امتحان ثانويه عامه، ويعتبر الفيلم كله هو وان لوكيشن، هم قاعدين في اللجنه دي وبيحاولوا يغشوا. فايه المواقف اللي بتحصل؟ ان كل واحد بشخصيه مختلفه، كل واحد في اللجنه دي شخصيته مختلفه تماما عن الجميع. وعجبني جدا دور هشام ماجد. هشام ماجد قايم بدور رزل، الكائن اللزج الرزل اللي انت كنت بتشوفه معاك في الفصل. عارف انت اللي هو الناس اللي هو يا استاذ بيكلمني، عارف انت الجو ده؟ هو عمل الدور ده وعمله على اكمل وجه الصراحه. وهرجع واقول لك اكتر مشاهد ضحكت فيها زي ما قلت لك، هي المشاهد بتاعت مصطفى غريب وحاتم صلاح،
وعارف عبد الرسول، انتوا عارفيني ان انا بشوفها في الكوميدي، يعني مثلا في مسلسل لعبه ما بشوفهاش كوميديه قوي الصراحه. عارف عبد الرسول بحس ان هي بتستظرف كتير جدا، ولكن في الدراما هي معلمه. في الفيلم ده الكوميدي بتاعها كان حلو جدا الصراحه. يعني عايز اقول لك ان اغلبيه المشاهد اللي هي طلعت فيها انا كنت بضحك جدا ومن قلبي، وما حسيتش باي استظراف الصراحه. وبرده من اكتر الحاجات اللي عجباني في الفيلم الكوميديا العبثيه. يعني في ناس كتيره جدا عجبهم مثلا الساده الافاضل، هو نفس نوعيه الكوميديا دي اللي هو انت مش فاهم ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي بيتم ولا ايه الكلام ولا ايه الدنيا، في حوارات كتيره جدا وتحس اللي هو في عبث كتير جدا برضو في الفيلم. حاجه انا بحبها جدا في الكوميديا عموما في الافلام بتاعتنا. وطبعا هرجع واقول لك باسم سمره كان عامل دور حلو، ضحكت منه في مشهدين ثلاثه مثلا. وايضا ميشيل ميلاد كان عامل دور برضو ضحكت فيه في مشهدين ثلاثه، وهو مع باسم سمره ان هما الاثنين كانوا يعتبر اغلبيه الوقت كانت المشاهد مع بعض. وهرجع واقول لك من الايجابيات برضو ان النص الاول من الفيلم فيه الضحك زياده بالنسبه لي. يعني النص الاولاني قبل الاستراحه الضحك اكتر بكتير من وجهه نظري. النص التاني هل ما فيهوش ضحك؟ لا في ضحك، بس يعني حسيت اللي هو عارف لما يجي لك احساس كده اللي هو على النص التاني كده، يا جماعه ما نخلص بقى من الامتحان ده عشان عايز اشوفكم بره بقى اللجنه دي. ويعني هو ده ما اتحققش غير مشاهد بسيطه جدا، بس في الاول وفي الاخر يعني انا ما بتضايقش من الافلام الوان لوكيشن وما بحسش بملل، بس حسيت في النص التاني شويه اللي هو لا خلاص يا جماعه انجزوا، لان حسيت ان الموضوع كبر جدا جدا جدا، وسع جدا جدا. واخر ايجابيه بالنسبه لي المواقف الكوميديه اللي في الفيلم ده. هو يعتبر الفيلم فيه طبعا افيهات وفيه ايضا كوميديا الموقف. كوميديا الموقف اللي كانت معموله في الفيلم كانت حلوه جدا. فانا هرجع واقول لك قبل ما نخش على السلبيات، انت هتخرج من فيلم مبسوط. هو فيلم عيد لطيف، هتخشه مثلا لو انت هتخشه انت واهلك هتخرجوا مبسوطين، هتخشوا انت واصحابك هتخرجوا مبسوطين، فمش هتخرج متضايق. فعشان كده برضو ايه حبيت لازم اقول لك الكلام ده. لكن نخش على سلبيات الفيلم. ليه الفيلم ضايقني؟ زي ما قلت لك النص التاني بتاع الفيلم حسيت ان الريتم قل شويه. وزي ما بقول لك الكاست ده يا جماعه، فاكرين يا جماعه لما انا شفت الساده الافاضل، وفي ناس كتيره بقى لما نزل الساده الافاضل على منصه قالوا لي لا يا ابو حميد انت ظلمت الفيلم قوي. انا كنت شايفه عادي، واللي كان مضايقني اكتر واكتر ان الساده الافاضل كاست عالي جدا وفي نجوم تقيله قوي 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 برضو، وكنت متوقع حاجه اعلى من كده بكتير. ده كنت متوقعه في برشام الصراحه. يعني انا كنت متخيل مثلا على الاقل بالكاست ده كنت هخرج واقول ده اللي انا كنت متخيله، ده اكتر فيلم كوميدي جامد لهشام ماجد بدون نقاش. هل ده افضل فيلم كوميدي هشام ماجد؟ بالنسبه لي لا، في افلام تانية اعلى من كده، بس في الاول في الاخر ما تقدرش تقول عليه فيلم الكوميديا بتاعته قليله اقل فيلم لهشام، لا هو برده مش اقل فيلم لهشام ماجد. اما بقى بالنسبه لباقي الكاست، مثلا ريهام عبد الغفور عامله دور مختلف عليها تماما، قايمه بدور واحده راقصه يعني، بس للاسف دور عادي كان ممكن اي حد يعمله. هل اضافت كوميديا في فيلم؟ لا. هل اضافت حاجه دراميه في الفيلم؟ لا. حسيت كده اللي هو ايه اللي شدها في الدور ده وحسيته هي تبقى مختلفه غير ان دور مختلف عليها، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون شدها في الدور، ولكن كدور محوري عادي يعني دور عادي جدا. في نفس الوقت برضو احنا ما عرفناش غير من حاتم صلاح بس، او شخصيه حاتم صلاح ليه هو هيموت على الامتحان قوي وعايز ينجح قوي كده. اما باقي الابطال اللي كانوا موجودين في اللجنه، انتوا هتموتوا نفسكم على الامتحان قوي 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 كده ليه؟ وكان عاجبني واحد جدا وده لازم احطه في الايجابيات، ان كان في واحد في اللجنه راجل عجوز، هو طول الفيلم هو نايم، هو قاعد ورا كده ونايم. ده عاجبني جدا، ده اللي هو امتحان بقى مش امتحان، انا هقضي بقى الايه الساعتين دول اقضيهم نوم ونمشي بقى ونخلص. فانا مش فاهم ايه سبب تمسكهم الشديد ان هم يحلوا الامتحان ويقفلوه بطريقه غير طبيعيه كده. فكان لازم يبقى في حافز او اللي هو يخليني اقول ايوه حاولوا بقى باي طريقه، فاهم الحوار ده. وفي حاجه انا مش عايز احرقها تمام عشان دي في نهايه الفيلم. في ناس بقى طبعا انتوا عارفين في ناس كتيره جدا بتخش السينما والافلام انا عايز اشوف رساله الفيلم ده ايه. في ناس بتحب كده، انا عامه من ضمن الناس اللي هو لا انا بخش السينما وبتفرج على الفيلم اقضي وقت لطيف فقط لا غير، لا بيبقى في دماغي الرساله ولا ايه ولا انتوا قصدكم ايه وكل الكلام ده. بس انا بكلمك على الجانب الاخر، انا خارج من الفيلم مع اهلي خرجوا من الفيلم بيتكلموا على حاجات كتيره جدا من نوعيه اللي هو طب هو قصدهم ايه في الاخر. يعني معنى ان هشام ماجد عمل، انا مش هحرق، عمل الموقف ده مع ريهام عبد الغفور في اخر الفيلم، فده رسالته انك انت تعمل حاجه عكس اللي احنا المفروض متعارف عليها في حياتنا. يعني انا لما فكرت فيها شويه كده قلت ايوه، يعني انت عايزني اعمل ايه؟ يعني مش عايزني
عشان كده برضو لا اتهم اي فيلم كوميدي او اي فيلم ان هو لازم يبقى في الاخر انا بقول لك اعمل كده. لا، هو ما بيقولكش اعمل كده، بس انا برضو ما فهمتش المغزى بتاع نهايه الفيلم عموما، او اللي هو الواحد اتعلم الغلط. ايه الغلط؟ انا مش عايز احرق، بس ممكن بقى نتكلم ونحرق براحتنا طبعا في الحلقه بتاعت بودكاست بتاع افلام، الحلقه بتاعت افلام العيد. وهرجع واقول لك هي قصه على شيرين وخالد دياب، هي قصه لطيفه. يعني انت برضو لو انت فكرت في اشغال شقه قلت لي طب هو ايه العظمه اللي هم عاملينها؟ ناني وبيغيروها كل 3 4 حلقات وبتاع، وبيحصل مواقف كوميديه. المواقف الكوميديه بتاعت اشغال شقه حلوه جدا، وايضا المواقف الكوميديه بتاعت برشامه حلوه جدا، بس القصه نفسها حاسس انه هي قصه بسيطه جدا. ولكن الافضل اللي هم عملوه المواقف الكوميديه والكوميديا اللي كانت في الفيلم ككتابه. وزي ما انا قلت لك ان الفيلم 110 دقيقه، يعني ساعتين الا 10 دقايق، حسيت ان الفيلم عشان ممكن يكون وان لوكيشن حسيت ان هو اطول من كده شويه. بس في الاول وفي الاخر السلبيات ممكن ما تضايقش ناس كتير. وبرضو انا يعني برضو سقطت فدوى عابد كانت في الفيلم دور عادي جدا جدا جدا. تقول لي طب ما ايه المشكله؟ اقول لك لا، يعني فدوى عابد لما طلعت في حلقتين في اشغال شقه كانت مكسره الدنيا وضحكتنا جدا جدا جدا. ليه الدور ده شدها جدا؟ برضو انا مش عارف، حسيت برضو لا قدمت كوميديا ولا قدمت تمثيل ولا عادي، يعني دور واحده، اي واحده عاديه مبتدئه ممكن تعمله عادي. بس في الاول وفي الاخر هي اراء يا جماعه. انا بالنسبه لي خارج من الفيلم مستمتع، هتفرج عليه تاني لما ينزل منصه ده، ولو اي حد من صحابي بيحب الكوميديا وقال لي هتخش ايه في العيد، اقول له لا خش برشام. اقول له لا مش احلى مش اكتر حاجه كوميديه في الدنيا، بس هتخرج من الفيلم على الاقل مبسوط وضحكت في مشاهد كتيره جدا، وخاصه المشاهد بتاعت هشام ماجد ومصطفى غريب وحاتم صلاح. وبس بتوع افلام ده اللي اقدر اقول على فيلم برشامه اول افلام عيد الفطر. انتظروا طبعا الحلقات اللي جايه من افلام العيد باذن الله، وتقييم الفيلم برشامه هو 6 من 10. وبس بتوع افلام ده اللي اقدر اقول على فيلم برشامه. اهم حاجه سؤال بقى، يعني الحلقه دي نزلت 3 ايام العيد، فاحنا كده اخر ايام العيد الاوفيشال، يعني المفروض انت عارف طبعا احنا عندنا مصريين خامس وسادس وسابع وثامن وتاسع ايام العيد عادي جدا. ونيجي دلوقتي لسؤال الحلقه. اكيد انتوا دخلتوا افلام كتير كبتوع افلام، يعني رتبوا لي افلام العيد بالنسبه لكم ايه اكتر افلام عجبتكم. وسؤال تاني، اللي شاف سفاح التجمع ليله الوقفه يكتب لي تحت في الكومنتات هل الفيلم عجبك ولا لا. لان الواحد دلوقتي عارف الممنوع مرغوب، انا ما كان يعني كنت متحمس ليه بس كان اخر فيلم احطه في الليسته ان انا اتفرج عليه، وكنت هخشه كده كده. بس بعد اللي حصل ده انا لو عرفت ان هو نزل بكره اول فيلم هخشه هو سفاح التجمع، هو الممنوع مرغوب. فانا فعلا عايز اعرف اي حد بتوع افلام لو حد دخل الفيلم يوم الوقفه يقولوا لي ايه الكلام، ورتبوا لي افلام العيد من الافلام اللي انتوا دخلتوها، ومتوقعين ايه الايرادات، متوقعين مين هيبقى رقم 1 في الايرادات ورقم 2 ورقم 3. سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام اتمنى طبعا لايكات كتيره جدا، واشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج، وشيروا الحلقه دي في كل حته، واحلى مسا عليكم.